بس اثبت مكانك، انا جاي الحقك قبل ما تبوظ الدايت. لو حاسس بالاحباط عشان وزنك على الميزان بقى له فتره ما بيقلش، فالفيديو ده مهم، احفظه عندك واتفرج عليه كل ما تحس ان عصافير بطنك صوصوت وبتقولك بلا دايت بلا هباب. وليه نجيب لنفسنا بقى وجع القلب والاكتئاب؟ فكك من العصافير دي، اركنها على جنب كده شويه، انا هفهمك بقى تعمل ايه دلوقتي. وفي حد يسمع كلام عصافير برضه؟ بدايه وقبل اي شيء خليني اقول لك ان الميزان خاين وبيتعامل بمبدأ معاهم عليهم. يعني ايه بقى الكلام الماسخ ده؟ ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ يعني يا سيدي بعض الدراسات وجدت علاقة بين عملية الوقوف على الميزان وقياس وزن الجسم بصورة متكررة وبين المشاعر السلبية او الايجابية اللي بيحس بيها الشخص. فكل ما هتوزن نفسك اكتر وتلاقي الميزان مش بيقولك انك خسيت او الرقم اللي طالع بيقابل توقعاتك، هتصاب بالاحباط واليأس. والعكس صحيح طبعا، لما بتوزن نفسك وبتلاقي انك خسيت بتتبسط بقى وتزقطط ويبقى الجو هادي خالص والدنيا هس هس وانا وانت والميزان وبس. فلو انت من الاشخاص اللي نفسيا بيتأثروا بقراءات الميزان، ولو في مرة وزنت نفسك ولقيت ان وزنك منزلش ممكن تضرب كرسي في الكلوب وتبوظ الدايت، يبقى بلاش توزن نفسك على الفاضي والمليان. ويعني ايه على الفاضي والمليان بقى؟ انا هقول لك دلوقتي. مبدئيا لو ميزانك انالوج او زي ده كده، فده مش افضل اختيار من الاساس عشان تراقب مدى تغير وزن جسمك، لان النوع ده من الموازين مش بيقدر يطلع كسور الارقام بدقة، وطريقة تشغيله بتعتمد على مهارتك في تحديد نقطة الصفر للمؤشر بتاع الميزان. فالافضل يكون معاك ميزان ديجيتال من ابو شاشة وارقام. ده عادة الخطأ اللي معظم الناس بتقع فيه انهم بيوزنوا نفسهم يوميا، وده غلط جدا. احنا ما بنخسش كل يوم، او في الحقيقة احنا بنخس بس من غير ما الميزان يحس. بنخس بالمقدار اللي الميزان ما بيقدرش يقراه او يحدده. الميزان في الاول وفي الاخر بيتعامل مع وزنك بشكل عام، عضلاتك، عظمك، اعضائك الداخلية، حتى الاكل اللي انت واكله لسه بيتهضم في بطنك دلوقتي ده كمان بيتحسب معانا. كمان كمية المية والسوائل اللي في جسمك واللي بتتغير يوميا وممكن تسبب زيادة او نقص في وزن الجسم بمقدار يتراوح من 1 ل 2% من اجمالي وزن جسمك كله. فلو انت وزنت نفسك وانت شارب ميه كتير هتلاقي نفسك زي، ولو واكل اكله حلوه وطلعت توزن نفسك هتلاقي نفسك برضه زي، رغم انك في الحقيقه ممكن دهونك تبقى قلت وخسيت فعلا، بس كميه الميه اللي جسمك بيحبسها بتتغير من يوم للتاني ومن ساعه للتانيه بناء على عده عوامل، منها كميه الاملاح او الصوديوم اللي في اكلك النهارده، مستوى هرموناتك وبالاخص هرمون الكورتيزول بتاع التوتر ده. وعشان كده بقولك ما توزنش نفسك على الفاضي والمليان. الوقفه على الميزان صنعه، وبايه؟ بالاصول، زي ما سيد شيبة قال الله يرحمه. وانت وقفتك العشوائيه دي بقى بصراحه ما فيهاش ريحه الاصول خالص. ازاي توزن نفسك صح بقى؟ علم بقى يا سيدي على الكلام الجاي ده. مبدئيا احنا عشان نستفيد من الميزان الخاين الدحلاب ده لازم نقلل كل العوامل اللي بتعمل دوشه حواليه وبتخليه يقرا ارقام ملهاش علاقه بحقيقه التغير في وزن الجسم. ما فهمتش حاجه؟ طيب بص يا صاحبي، انت هتوزن نفسك يوميا كل يوم الصبح اول ما تصحى من النوم وبعد ما تخش الحمام على طول. وطبعا انا مش هقول لك تعمل ايه في الحمام. المهم بقى بعد ما تلبي نداء الطبيعه وتطلع من الحمام اقلع كل هدومك. بص مش كلها قوي يعني عشان ما يجيلكش برد وتدعي عليا. الله 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 الله، انت مش لسه بقى بتقول ما توزنش نفسك على الفاضي والمليان؟ ايه الكلام ده بقى؟ انت هتقول الكلام وترجع فيه. ايه انت بتقول لي اوزن نفسك كل يوم؟ يا عم اصبر عليا، انت هتوزن نفسك يوميا فعلا زي ما قلت لك، بس ولا كانك شايف الرقم اللي طلع على شاشه الميزان ولا يشغل تفكيرك خالص. احنا هنسجل الاوزان على مدار 7 ايام متواصلين وهناخد المتوسط بتاعه. فهناخد المتوسط ده بقى ونسجله معانا في ورقه في نوت على الموبايل، المهم نسجله. وده كده يا سيدي بقى متوسط وزن جسمك في خلال اسبوع كامل. عن طريق متوسط وزن جسمك ده احنا قللنا فرص التغيرات الغير مرغوب فيه اللي بتحصل بقى نتيجه زياده او نقص بسوائل الجسم، التغيرات الهرمونيه، الدوشه الكتير اللي قلت لك عليها دي. هنكرر بقى العمليه دي على مدار اسبوعين او 3 وتقارن متوسط وزن جسمك بين الاسابيع المختلفه. لو لقيت نفسك بتخس خير وبركه، لقيت نفسك ما بتخسش تعمل ايه بقى؟ تعمل ايه؟ تعمل لي فولو عشان الجزء الجاي هقول لك ازاي تخس تاني. كان معاك دكتور حسام من برنامج انا والميزان وهواء.